يا راجل ده عيشة تأثر العمر، فقر ونكد وهم. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ تعالى طيب اقول لك. قال صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. مش بتشتكي من الفقر وعايز ربنا يزود لك رزقك ويبارك لك فيه؟ صل رحمك. مش عايز ربنا يبارك ويطير في عمرك؟ صل رحمك. استنى بس، انت ازاي بتقول ان ربنا يطول في عمري والاعمار مكتوبه؟ يعني اما اصل رحم ازاي عمري يطول؟ العلماء قالوا في المعنى ده ان ربنا يطيل عمرك بحيث انك تقدر تعمل اعمال تحتاج سنين في سنين قليله. زي ما تشوف شاب بدا يعمل مشروع وبدا يقف على رجليه وبدا يجني ثماره ويكسب من خلاله في اول كام سنه من عمره، وزي ما تشوف حد حصل علم او اتعلم لغه او اتعلم حرفه في كام اول سنه من حياته بس. ما دي بركه في العمر. وقالوا برضو في المعنى ده ان ينسأ له في اثره، ان ربنا يبقي له الذكر الطيب بعد موته. فيتقال فلان الله يرحمه الله يمسيه بالخير، فيبقى ذكره عاطر بين الناس يفتكروه ويدعوا له ويترحموا عليه. يعني من اراد ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في عمله ربنا يبارك له في عمره فليصل رحمه. ده كلام الصادق الامين صلى الله عليه وسلم.